جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. بفقرتنا الطبية اليوم رح نتحدث عن أحد أحدث الأجهزة المستخدمة في علاج الأسنان والفم، وهو جهاز الماسح الفموي الرقمي ثلاثي الأبعاد. للحديث حول هذا الموضوع معي بالاستديو الدكتور دلشاد محمد علي، طبيب أسنان عام. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا انسي شاهين، شكرا لك وشكرا لاذاعه بوير على هالاستضافه الحلوه. كثير شكر لك ولوجودك لنتحدث عن هذا الجهاز المهم بعالم علاج الأسنان وترميمه. دكتور، بداية لو نعطي لمحة أو تعريف، ما هو جهاز الماسح الفموي ثلاثي الأبعاد؟ جهاز الماسح الفموي 3D او الانترا اورال سكانر هو عباره عن ثوره الكترونيه رقميه دخلت مجال طب الاسنان بالفتره الاخيره. تمام، هو عباره عن جهاز رقمي بيتم بمجال طب الاسنان التجميلي او التعويضات فوق الزرع. نحن بنستخدمه لناخذ قياسات دقيقه جدا للاسنان ونرسلها للمخبر عن طريق الانترنت ليعطينا اشكال والوان حلوه للاسنان. من ميزات هذا الجهاز انه بيوفر على المريض وعلى الطبيب وقت طويل، وقت مريح جدا، وقت قصير. تمام، بيعطي راحة ايضا للطرفين. نعم. والجهاز بيعطي نتائج دقيقة جدا جدا. دكتور، هون تتحدث عن أحد المزايا وهو مسألة الدقة. لما تابعت أنا الموضوع شفت أنه هذا الجهاز بعالم طب الأسنان كتير مهم. السؤال هو هل تكمن أهميته في الاستخدامات المتنوعة والمتعددة لهذا الجهاز أو في المزايا الفنية ومنها الدقة؟ الأهمية وين تكمن بالضبط؟ تمام، جهاز الماسح الفموي تمام له إصدارات كثير كجهاز. تمام، وكل إصدار كان عم يطلع من الجهاز كان عم بيقدم مزايا ثانية. تمام، هلا آخر الإصدارات اللي صدرت من أحد الأجهزة تمام هي إنه هذا الجهاز بيصور أسنان المريض الفكين العلوي والسفلي، بالنهاية بيقدر يطبع لنا أو عن طريق ملف PDF تمام تشخيص كامل لكل الأسنان، شو هي الأسنان اللي بحاجة تنزرع، الأسنان المفقودة، الأسنان اللي بدها قلع، الأسنان اللي بدها معالجة لبية أو سحب عصب. الجهاز دقيق جدا لأنه بيعطي نتائج أفضل. تمام، المشاكل اللي كان بيواجهها المريض أو الطبيب سابقا بالطرق التقليدية والقيد فينا نقول انه انتهت مع هذا الجهاز. هاي هي افضل مزايا الجهاز اللي بيقدم لنا اياها. دكتور، اذا لهذا الجهاز انواع متعدده، كل نوع له ميزات اضافيه. طبعا كل اصدار جديد من هذا الجهاز كان بيعطي مزايا اكثر. نعم، نتحدث عن استخدامات أو تطبيقات هذا الجهاز في علاج الأسنان والفم. اللي هو بشكل عام يستخدم بالتعويضات الثابتة، بمعنى بمجال التلبيسات والجسور والفينيرات، مجال طب الأسنان التجميلي. نعم. نحن كأطباء لما بنشتغل تلبيسات للمرضى بالعيادة تمام بنوصل لمرحلة هي مرحلة الطبعة. نعم. كنا ناخذ طبعة لأسنان المريض بنرسلها للمخبر. تمام، هلا هذا الجهاز بقى بيستغني عن الطبعة. تمام، ما عاد ناخذ الطبعة بالطريقة التقليدية أو القديمة. صرنا ندخل هذا الجهاز لتم المريض، وهو عبارة عن كاميرا خلال 50 ثانية بنصور أسنان الفك الواحد. تمام، وعن طريق الإنترنت بيرسلوا الملفات للمخبري وبيكمل الشغل 50 ثانية فقط. نعم. دكتور، خلينا نعرف معك مبدأ عمل هذا الجهاز شو هو وكيف يستخدم يعني أثناء التشخيص وأثناء العلاج. تمام، هلا بداية نحن بنكون محضرين المريض. نعم. مصغرين كل أسنانه، منشفين الحفرة الفموية من الدم من اللعاب. أحيانا بنستعمل شيء اسمه خيطان تبعيد اللثة أو الريتراكشن كور. تمام، مشان نعزل السن عن اللثة. تمام، ما يكون فيه لعاب، ما يكون فيه دم. خطوط الإنهاء المعينة اللي أنا بعتمد عليها بشغلي بتكون واضحة ودقيقة جدا. بعدين أنا بشغل الجهاز، بستخدم الكاميرا بفم المريض. هاي الكاميرا بتلقط التفاصيل دقيقة جدا. تمام، وبنرسلها للمخبر. هذا هو مبدأ عمل هذا الجهاز. تمام. يعني عبارة عن جهاز رقمي ديجيتال بيصور تم المريض تمام بشكل 3D وليس 2D. وبيجمع مجموعة من الصور. تمام، وبيبرمجها وبيرسلها للمخبر. يعني الصور بتصور حتى البنية السفلية من الأسنان يعني هلا الجهاز بيصور كل شيء بيشوفه. تمام، اما ما بيصور مقاطع داخليه. مو مثل الميزات السابقه للاجهزه التقليديه. لا ابدا، هي ثلاثيه. الجهاز تمام بيصور كل شيء بتشوفه العين ولكن بشكل دقيق جدا. نعم. دكتور، شو هي التكنولوجيا المستخدمه في هذا الجهاز؟ هلا هو عباره عن او بتختلف وفقا للانواع. الجهاز بشكل عام مبدأه كالتالي. نعم. جهاز اسمه الجهاز الرقمي او الديجيتال. نعم. التكنولوجيا المستخدمه هي التقاط مجموعه من الصور وبرمجتها.
نعم. تمام. واعطاه صور 3D للمخبر. تماما. دكتور هلا ممكن قبل ما نسأل هاي السؤال، يا ترى هو دائما آمن بالمقارنة مع الاستخدامات التقليدية للأجهزة السابقة فيما يتعلق بتصوير الأسنان والعلاج السني، مميزاته والمشاكل اللي حلتها وجود هذا الجهاز؟ تمام. هلا الجهاز هو صار ثورة بعالم طب الأسنان، ثورة رقمية. مم. ما فينا نقول انه هو بديل بالمطلق عن الطبعات التقليدية والقديمة، ولكن باغلب الحالات صار فينا نعتمد على الجهاز وفقا للمزايا اللي حكينا عنها من شوي. نعم. من توفير وقت للطرفين، من راحة للطرفين، من توفير الجهد، ايضا من توفير الدقة، عفوا عدم المؤاخذة، انه بيعطي نتائج دقيقة افضل، ولكن ما بيستغني بشكل مطلق عن الطبعات التقليدية القديمة. خصوصا انه التعامل مع هذا الجهاز بيتطلب مخبري أسنان باحترافية عالية، وبيتطلب أيضا تكنيك معين لطبيب الأسنان أثناء العمل. فما بيستغني عن الطبعات التقليدية القديمة، أو ما فينا نقول إنه هو ما بيصلح لجميع الحالات. دكتور هون ممكن سؤال، يعني بتحتاج أو بيحتاج استخدام هذا الجهاز لخبرة، وعي كتير، ممارسة من قبل الطبيب؟ هلا بالنسبة للطبيب بالبداية بده يكون في عدد غير قليل من الحالات بصراحة، تمام، لحتى يكون طبيب ممارس جدا، تمام، ويوصل لنتائج دقيقة. بده على الأقل 10 إلى 20 حالة ليتدرب بشكل كتير منيح على الجهاز، لأنه الجهاز هو جهاز رقمي، فأي خطأ بيعطي تشويش بالصورة. قد تكون هاي الصورة تمام غير مفسرة انه ليش عطى تشويش. اما بالنسبة للمخبر، فالمخبر كمان بده يتطلب انه يكون عنده اجهزة عالية، تمام، من الدقة والتطور لحتى يكمل عمل الطبيب يلي بالعيادة. نعم. دكتور ممكن البعض كمان يسأل، يا ترى الى جانب هذه الميزات هل لهذا الجهاز عيوب او محاذير؟ بمعنى هل هي دائما آمنة للاستخدام؟ هلا الجهاز مثل اي جهاز الكتروني راح يكون له عمر معين، تمام، لانه بالسنوات الجايه راح يكون في اصدارات جديده من الاجهزه، تمام، فراح نستغني عن الاجهزه الموجوده حاليا بين ايدينا. هاي نقطه. النقطه الثانيه هي انه هذا الجهاز، تمام، على بشكل مستمر بيتطلب نسخ برامج وسوفت وير متطوره لازم نحدثها فقط لا غير. اما الاستعمال بالعياده فهو ما ضار لا للطبيب ولا للمريض، لانه ما مثل اجهزه الاشعه اللي بتصدر اشعه، تمام، تدرس المريض او الطبيب. نعم. دكتور مبارك، وجود وتوفر أول جهاز للماسح الفموي الرقمي ثلاثي الأبعاد في قامشلو بعيادتك، خلينا نعرف والمتابعين يعرفوا وين موجود العيادة. العيادة موجودة بشارع كنيسة الستريان جانب حلويات أوسكار. نعم. مع توفر هذا الجهاز بقامشلو، ما أهمية هذا التوفر دكتور، وخاصة أنه هو أول جهاز بالنسبة لمرضى الأسنان والعلاجات السنية؟ بصراحة اقتنائي لهذا الجهاز كان السبب الرئيسي منه هو رفع السوية العلمية بمجال طب الأسنان التجميلي، لأنه بيعطينا نتائج دقيقة جدا جدا، وبيوفر أيضا وقت للطرفين الطبيب والمريض. دكتور لماذا لم يكن متوفرا؟ يعني ليش ما كان متوفر؟ هل يتعلق الأمر بالإمكانيات المادية أو صعوبة جلب هذا الجهاز للمنطقة؟ تمام. هلا هو الجهاز بصراحة 3 نقاط. أولا بده طبيب يشتغل بنمط معين بمجال طب الأسنان التجميلي، وهون أنا بقصد خطوط الإنهاء اللي بنشتغل عليها بالتجميل. تمام. هي النقطة الأولى، وهو عبارة عن نقطة مانا بالسهل. تمام، يعني الموضوع بده درجة عالية من الخبرة. النقطة الثانية هي التكلفة المرتفعة للجهاز. يعني نحن فينا نقول إنه هذا الجهاز لوحده بيسوى حق عيادتين، عيادة واحدة. تمام. النقطة الثالثة هي إنه نحن كأطباء أسنان بنتعامل مع مخابر سنية أو فنيين أسنان، فالتعامل بهيك حالات أو مع هيك أجهزة بيتطلب أيضا مخابر أو مخبرين أو فنيين حديثين جدا ومتطورين. هي أحد الصعوبات في هي النقاط الثلاثة اللي أنا ذكرتها. إنه التكنيك العمل بالنسبة للطبيب، لأنه مو أي حالة أنا بقدر أشتغلها بهذا الجهاز، في تكنيك معين للعمل لازم يتوفر عندي بالعيادة لحتى أقدر أستعمل هذا الجهاز. وهذا الشيء ممكن يأثر على تكلفة العلاج بحد ذاته. أكيد بلا شك. دكتور إذا حابب تضيف أي شيء أنا ما سألته، تفضل. تمام. هلا الماسح الفموي الرقمي هو جهاز متطور وحديث جدا، ولكن ليس بديل بشكل مطلق عن الطبعات التقليديه القديمه، لانه في حالات تتطلب انه ناخذ قياس الاسنان بالطبعات التقليديه القديمه، وفي حالات عن طريق الماسح الفموي الرقمي.
الماسح الفموي الرقمي هو بصراحة ثورة بطب الأسنان، وأنا الحمد لله كنت من السباقين لتزويده بعيادتي، والحمد لله على كل حال. كثير الشكر لك دكتور دلشاد محمد علي حسين، طبيب أسنان عام، كنت معنا بالاستديو تناولنا هذا الموضوع المهم، وكثير شكر لكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام. بعد الفاصل شكرا دكتور، بعد الفاصل بنتابع البرنامج.